السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن السترنج. موضوع السترنج وبايثون ده من أهم الحاجات اللي هتتعلمها، لأنها ببساطة هي الطريقة اللي بتتعامل فيها مع النصوص أو الكلام في البرمجة. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعرف عن كل حاجة عن السترنج. أول حاجة، إيه هو السترنج؟ السترنج ببساطة هي أي نص أو سلسلة من حروف، أرقام، أو حتى رموز محطوطة ما بين علامات تنصيص. بايثون بيشوف أي حاجة ما بين علامات تنصيص على إنها كلام حتى لو كان أرقام. إزاي أقدر أعمل سترنج؟ في بايثون تقدر تعمل سترنج بطريقتين: يا إما تستخدم single quotation أو علامات التنصيص المنفردة، أو المزدوجة اللي هي الدبل quotation. طب الاتنين بيعملوا نفس الحاجة؟ الاتنين بيعملوا نفس الحاجة. خلينا ناخد مثال كده، وليكن هنعمل variable اسمه track name وهنسميه بايثون fundamentals، وهنعمل variables تاني اسمه school name وهنسميه AS Academy. ولكن هنستخدم هنا السنجل quotation. تعالوا بقى نرن التراك نيم والسكور نيم. رنت عادي خالص، مفيش اي اختلاف. طب ليه بقى بايثون بتدينا طريقتين، السنجل كوتيشن والدبل كوتيشن؟ كانت تدينا طريقه واحده وخلاص. تخيل لو النص بتاعك جواه علامه تنصيص منفرده زي كلمه I am، لو استخدمت السنجل كوتيشن بايثون هتديك ايرور. مش فاهم برضه؟ خلينا كده نشوف. يعني بقول برنت سنجل كوتيشن ونقول I am، ونقفل السنجل كوتيشن اللي احنا فتحناها ونرن الكود. هتلاقي هنا ادتني ايرور. ليه؟ بايثون شافت الابستروف اللي ما بين الاي والام على انها سنجل كوتيشن، يعني هي شافت اللي انت قفلت السنجل كوتيشن ما بين الاي والام، وده طبعا غلط. طب انا احلها ازاي؟ الحل البسيط يا شباب اللي احنا نحول سنجل كوتيشن لدبل كوتيشن وبس كده. يبقى احنا عرفنا ليه بايثون ادت لنا تو اوبشن، اللي هو السنجل كوتيشن والدبل كوتيشن. تمام. طيب انت بتكتبي اي اس اكاديمي وبايثون وايام، كلام بسيط كده. لو انا عاوز اكتب اكتر من لاين في بايثون هنعملها ازاي؟ يعني انا لسه ما خدتش حاجه وقلت عادي جدا هكتب مثلا سكول بيساوي، يعني مثلا قلت I am learning Python fundamental at AS Academy، عاوزة تكون على تو لاين. قال لي عادي جدا، هتيجي هنا وتعمل انتر وترن الكود. لا، ده في ايرور. ليه في ايرور؟ بايثون عاوزه تقول لك انك لما تخلص سطر لازم تقفله بدبل كوتيشن او سنجل كوتيشن على حسب انت مستخدم ايه. طب لو انا عاوز اكتب اكتر من لاينز اعملها ازاي؟ قالت لي ان سنجل كوتيشن هنا والدبل كوتيشن عادي جدا تستخدم اللي انت عاوزه، ولكن تستخدم 3 ورا بعض. يعني هنعمل كده 1 2 3 ونقفل هنا برضو ب1 2 3 ونرن الكود. هتلاقي الكود رن عادي. طب هو انا ممكن اخليه سنجل بدل دبل؟ ممكن اخليه سنجل بدل دبل، ولكن برضو 1 2 3 يكونوا 3 وبس كده. طب لو انا عاوز اوصل لحرف معين في الجملة بتاعتي اعمله ازاي؟ وده بيخلينا نوصل لحاجة اسمها الاندكسنج. بايثون بترقم الحروف بتاعة النص بتاعتها من الشمال لليمين بأرقام عادية، بس خلي بالك بتبدأ العد من زيرو. مش فاهم برضه؟ تخيل ان احنا موجودين في قاعة، والقاعة دي فيها مجموعة من المقاعد وكل مقعد عليه رقم، ولكن العد بادئ بزيرو. فأصبح أول واحد قاعد على كرسي واخد رقم زيرو، وتاني واحد واخد رقم واحد، وهكذا. طب خلينا ندي مثال، وليكن أنا عندي وورد مسميها هيرو، فعاوز اجيب حرف الاتش. احنا اتفقنا اني حرف الاتش ده موجود على المقعد رقم كام؟ على المقعد رقم زيرو. طب اجيبها ازاي؟ يبقى انت عاوز تطبع الحرف الاولاني. الطباعة بنستخدم ايه؟ برافو، بنستخدم فانكشن اسمها برنت. تمام. عاوز تطبع ايه؟ الحرف الاولاني من الفاريبل اللي اسمه وورد، يبقى نادي على الفاريبلز اللي انت عاوز تاخد منه الحرف الاولاني، فاقول وورد. تمام. اعمل كده زيرو مثلا كده ويتطبع؟ لا طبعا. امال بنفتح قوسين اللي هو مربعين ونكتب جوه القوسين الاندكس اللي احنا عاوزينه. خلاص اتفقنا الاندكس ده ايه؟ الرقم اللي موجود فيه الحرف. اداني حرف اتش، طب انا عاوز ايه؟ يبقى رقم واحد، وهكذا. طب انا عاوز اخر حرف في الجمله، وليكن عندي جمله كبيره جدا مش عارف ايه اخر حرف، انا عاوز اخر حرف. اعمل ازاي؟ بدل واحد هناخد -1 هيجيب لي اخر حرف اللي هو حرف الاو. تمام تمام تمام. هو انا على طول كده هاخد حرف بحرف؟ مش ممكن اخد حته معينه او اخد جزء معين، وده اللي اسمه السلايسنج او اقتطاع جزء من النص. لو عاوز تاخد حته من النص بتستخدم السلايسنج. طب السلايسنج ده شغال ازاي؟ اول حاجه هقول له انا عاوز ابدا منين وانتهي منين، يعني البدايه والنهايه. مثلا خلينا ناخد كده variables اسمه name، احط فيه كلمه AS Academy، وعاوزه اطبع كلمه academy بس. قال لي في الحالة ديت انت هتقول
انت عاوز تبدأ منين وتنتهي فين؟ تعالوا نشوف كده. يعني ال A دي موجودة في الاندكس رقم كام؟ هنقول 0 1 2. موجودة في الاندكس رقم 2. ممكن موجودة في الاندكس رقم 2. طب خلينا نأكسس كده، عاوزين نطبع حرف ال A ونشوف هل هي موجودة في رقم الاندكس رقم 2 ولا لأ. هنقول print النيم، واحنا قلنا ان حرف ال A في اكاديمي موجودة في اندكس رقم 2. تعالوا نشوف كده. ايه ده طبع لي حاجة فاضية، مكان فاضي. يعني ايه؟ بايثون بتعتبر المسافة اللي انت حاططها دي string، وبالتالي بتحط لها اندكس، فاصبح المسافة الفاضية ديت الاندكس بتاعها برقم 2. يعني 0 1 2. طب حرف الاف اكاديمي تبقى موجودة في اندكس رقم كام؟ موجودة في اندكس رقم 3، يبقى هنخلي هنا 3. تمام، 3 لغاية ايه؟ هنقول 3 4 5 6 7 8 9. تفتكر 9؟ تعالوا نشوف. يبقى هنعمل سلايسنج نحطهم في بعض ونكتب 9. يبقى احنا كده قلنا ايه؟ قلنا البداية وقلنا النهاية. تعالوا نرن الكود. امم هو اعمل لي اكاديمي بس من غير حرف الواي. ليه؟ هو بيبدأ من حرف الايه وينتهي عند الاندكس رقم 9، ولكن مش بياخد الموجود في اندكس رقم 9. طب احل المشكلة دي ازاي؟ هنزود اندكس، يعني هنخليها 10. طبعت هنا اكاديمي. يبقى احنا دلوقتي قلنا معلومة. اول حاجة ان المسافة ليها اندكس، واني الحرف اللي انت عاوز تقف عنده بتزود على الاندكس بتاعه 1 عشان يجي معانا في الطباعة. طب انا دلوقتي عاوز اجيب اس، عاوز اجيب الكلمة اس، اعملها ازاي؟ برافو، هنقول برنت ايه؟ النيم، ونفتح اس موجودة في ايه؟ في 0 ومنتهية عن الواحد، ولكن احنا نقول ننتهي عند رقم 2 علشان نجيبها. طبعت لي اي اس. طب في حاجة تانية؟ قال لي ممكن نشيل الزيرو دي خالص. ايه ده؟ معناها ايه؟ دي معناها ابدأ من اول السترنج وانتهي عند رقم 2. تعالوا كده نشوف. برضو قالت اي اس. تمام. طب لو انا خليت الاتنين ديت هي قدام الكولون والكولون جنبه فاضي، هيعمل ايه؟ جاب لي اكاديمي. معناها ايه بقى؟ معناها ان هي بدأت عند الاندكس رقم 2 لآخر الكلام. يعني لو كان هنا كده مثلا قلنا اي كلام، مثلا قلنا بايثون مثلا ورنينا الكود، هتلاقيها برضو جابت بايثون معاها. يبقى فهمنا. لو القدام فاضي، الكولون قدامها فاضي، معناها من اول النص خالص لغاية الاندكس اللي بعد الكولون. طب الكولون في الاخر جنبه فاضي، معناها من اول اندكس اللي انا كاتبها لك على شمال الكولون لغايه اخر الاندكس. طب خلينا نعمل لعبه بسيطه كده. عاوزين نخلي الاي اس اكاديمي ديت، نشيل بس بايثون هنا، نخليها بالعكس. يعني هنقول برنت تو كولون وسالب واحد، كده بتعكس الحروف خالص. لايه بقى؟ قلنا النيم، نكتب نيم. تعالى كده نشوف اللي هيحصل معانا. هم، تعكس الحروف. طب ايه هي اهم الدوال اللي ممكن استخدمها مع السترينج؟ بايثون فيها ادوات جاهزه او دوال، او بنقول عليه فانكشن. ان شاء الله نعرف يعني ايه فانكشن ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. بتسهل عليك اللعب في النصوص. كل داله بنستخدمها ليها وظيفه معينه. وليكن احنا عندنا تكست، التكست ده اسمه welcome to AS Academy. تمام. زي ما انا شايف كده ان الحروف كلها سمول، ممكن اخلي الحروف كلها كابيتال. ازاي؟ باستخدام الفانكشن اللي اسمها upper. طب هنعملها ازاي؟ هنقول مثلا برنت ونفكر تاني. انت عاوز تخلي مين upper؟ الفاريبل اللي اسمه تكست، يبقى نادي عليه تكست. عاوز تعمل في ايه؟ عاوز اخلي كل الحروف بتاعته كابيتال. طب بنخلي كل الحروف بتاعته كابيتال ازاي؟ باستخدام الميثود او الفانكشن اللي اسمها upper. طب بنادي على الفانكشن ازاي؟ هنعمل دوت ونكتب upper، وما ننساش قوسين الفانكشن. تمام. رن الكود كده. كل الحروف بقت ايه؟ بقت كابيتال او كبير. تمام. خلينا مثلا نكتب ويلكم هنا كبيره، كل الحروف بتاعتها كابيتال. وانا عاوزه اخلي كل الحروف اللي في الفاريبل اللي اسمه تكست صغيره او سمول. اعملها ازاي؟ نادي على التكست او الفاريبل يعني، وبعدين هنعمل دوت، وبعدين هننادي على الميثود اللي اسمه لور، ورن الكود كله رجع ايه؟ سمول. لو انا عامل مسافه كبيره هنا كده ومسافه هنا كده، اشيل المسافه دي خالص. اعملها ازاي؟ نستخدم الفانكشن اللي اسمها strip. طب انا عاوز اشوف اللي قبل واللي بعد. يعني بص كده، هنعمل هنا برنت والتكست، بس مش ابر.
ونشوف كده ايه الفرق بقى. بس نكبر التيرمينال كده شوية عشان نشوف الفرق. رن الكود. هم. شفت الفرق؟ عملت ايه؟ شالت المسافة الأولانية، والمسافة برضو التانية شالتها. صح؟ شفت الفرق بين الأولاني والتاني؟ يبقى الستريب بتعمل ايه؟ بتشيل المسافة في الأول وفي الآخر. تمام. طب أنا عاوز أعرف جزء معين موجود، يعني أنا دلوقتي خلينا بس نشيل المسافة دي، هنشيل المسافة دي خلاص، ما عدناش عاوزينها، احنا خلاص قلنا احنا عاوزينها في ايه. طب أنا عاوز أعرف ال AS ديت موجودة فين؟ الاندكس بتاعها فين؟ فقال لي هنا هنستخدم فانكشن اسمها found. يعني هنقول print. خلاص حفظنا، بننادي على الحاجة اللي احنا عاوزين نعمل عليها الميثود، وبعدين بنكتب دوت وبنكتب اسم الفانكشن بتاعتنا found. انت عاوز تلاقي ايه؟ انا عاوز الاقي كلمة اس موجودة فين. اخيرا كتبنا حاجة جوه قوسين الفانكشن. تعالى نشوف هيدينا ايه. اداني 11. يعني ايه 11؟ يعني هي موجودة في الاندكس 11. 0 1 2 3 4 5 6 7. الفاضي ده المسافة دي بتتعد 8 9 10 11. يبقى هي فعلا بدأت من عند الاندكس رقم 11. طب مثلا انا عاوزة اقول سارة، هكتب سارة مثلا، هيقول لي ايه؟ هيديني -1. يبقى احنا قلنا لو موجودة، لو الكلمة اللي انت حاططها في الفاون دي موجودة هيقول لك بدايتها منين. بدايتها في الاندكس رقم كام. طب لو مش موجودة هيرجع لي اندكس -1. وليكن احنا عندنا دلوقتي variable اسمه name، ومثلا اسمه سارة، والايدج مثلا 25، ومثلا السيتي نيويورك مثلا. ماشي. انا عاوزة اقول اني ماي نيم سارة، عندي 25، وانا عايشة في نيويورك. اعملها ازاي؟ تمام. المبتدئ جدا هيقول هعمل برنت، اقول برنت واعمل دبل كوتيشن، واقول مثلا ماي نيم سارة. تمام. تمام. لو رنينا الكود هيترن عادي ويبقى كله صح وكله تمام. امم بس احنا ما استخدمناش اصلا الفاريبلز. انت هنا طبعت سترينج. تمام. طب الفاريبلز انت كتبتيها، يعني مثلا لو كتبت هنا بدل 25 30 مثلا، هيرن عادي. لا، انا عاوز استخدم الفاريبلز بتاعتنا. ممكن اعملها ازاي بقى؟ بصوا كده. هنقول ماي نيم عادي خالص، ونقول زائد النيم. هنا عملنا ايه؟ هنا عملنا حاجه اسمها الكونكاتينيشن، يعني دمجنا حاجتين مع بعض. دمجنا السترينج مع الفاريبلز. لو كده رنينا الكود هيقول لي ساره. طب انا غيرت ساره وكتبتها مثلا علي، هيقول لي هنا علي. تمام. طب لو انا رجعت الكود زي ما كان كده، ثانيه واحده، رجع الكود زي ما كان وجيت هنا وكتبت علي، هل في حاجه تتغير ولا اي حاجه؟ هيكتب ساره تاني. ليه؟ لان انت هنا طبعت سترينج جوه الدبل كوتيشن، عادي خالص هيطبعه لك عادي. لكن احنا عاوزين كل ما اغير النيم يغير النيم كمان، فبالتالي هنعمل كونكاتينيشن. يعني ايه؟ هندمج ما بين سترينج مع سترينج تاني. تمام تمام. تمام. هو انا ممكن ادمج ما بين variable و variables؟ تعال نشوف. مثلا نقول print name زائد city ورن كود. هيترن عادي. بس النيو لازقه في الاي اي. طب اعملها ازاي؟ عادي خالص، ممكن اعمل هنا مسافة. طب اعمل مسافة ازاي؟ احنا قلنا المسافة دي اصلا string. هنقول هنا زائد، ثانية، وهنا دبل كوتيشن. دبل كوتيشن ورن الكود ونسيب هنا كده مسافة. رنت الكود اهو وسابت مسافة بين الاي اي والنيو. تمام. طب انا لو شلت الست دي وخليتها ايدج، ايه اللي هيحصل؟ هتديني ايرور. ليه؟ قال لي ما ينفعش نعمل كونكاتينيشن او نعمل دمج ما بين string وانتجر.
يبقى هنعمل ايه؟ هنحول السترنج لانتجر او الانتجر لسترنج. طب احنا قلنا ينفع احول سترنج فيه كلام لانتجر؟ لا طبعا ما ينفعش. يبقى ممكن، طب ممكن احول الارقام لسترنج؟ اه. طب بنحولها ازاي بالظبط؟ باستخدام الفانكشن اللي اسمها string اللي هي str والرن كود. رن الكود عادي خالص. طب هي ال 25 ديت نوعها string ولا انتجر؟ لا string. ليه؟ لان احنا هنا حولناها لسترنج. تمام. وهنيجي اخيرا على الحروف. الحروف او الاسكيب كاركترز، دي حروف بستخدمها علشان نعمل حاجات معينة جوه النص. بتبدأ دايما بعلامة الباك سلاش. عندنا الباك سلاش ان والباك سلاش تي والدبل كوتيشن الباك سلاش. دي بتعمل ايه؟ خلينا في اول حاجة في الباك سلاش ان، هنشوف مع بعض بتعمل ايه. نمسح بس التيرمينال. بنمسح التيرمينال ازاي؟ بنيجي هنا ونكتب كلير. تمام. طيب فنيجي هنا نقول برنت، وليكن مثلا ليفل 1، ليفل 1، ونعمل نقطتين فوق بعض ونعمل باك سلاش ان، سمول طبعا، باك سلاش ان بايثون بيزك، ونرن الكود. إيه اللي حصل؟ كتب ليفل 1 ونزل سطر وكتب بايثون بيزك. يبقى السلاش ان بيعمل ايه؟ السلاش ان بينزل سطر جديد، يعني نيو لاين، يعني سطر جديد. تمام. طب لو شلنا سلاش ان وخليناها سلاش تي، تعالى كده نشوف. هم. ساب مسافة. المسافة ديت 4 مسافات اللي هي التاب. تمام تمام. طب لو عملت مثلا بدل التي عملتها دبل كوتيشن، كتب دبل كوتيشن. لو شلت السلاش وخليت اللي بره دول دبل كوتيشن، هيحصل حاجة أكيد طبعا، هيحصل ايرور. طب هنحل دي ازاي؟ يا إما نحط الباك سلاش يا إما إيه، برافو، هنخلي الدبل كوتيشن ده إيه، سنجل كوتيشن. وكده اتحلت. وبس كده نكون خلصنا الاسترنج. ما تنسوش تتابعونا، وإن شاء الله الفيديو القادم هنعمل تمارين على الاسترنج عشان نكون أتقنا الاسترنج. وشكرا والسلام عليكم، مع السلامة.